السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا على خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم اللحم البرقوق اللي كيجي غزال بزاف. بالنسبه للمكونات انا عندي هنايا نص معلقه ديال البصار، معلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه ديال الخرقوم البلدي، نص معلقه ديال المروزيه، ممكن انكم تعوضوا المروزيه بسيبيسه وقاقله، 4 معلقه ديال زرعه القزبور، معلقه صغيره ديال السمن، قليل من الملحه حيت غادي نستعملوا ضويمه ديال الزعفران. خديت الضويمه ديال الزعفران وذوبتها فواحد الكويس ديال الماء. من بعد غنضيف هاد التوابل وغادي نشرملو مزيان هاد التوابل مع اللحمه. بالنسبه للكميه ديال اللحم اللي عندي هنايا تقريبا كيلو و200 غرام ديال اللحم. كنحاول اننا ندخلوا هذوك التوابل في اللحم ديالنا ونخلوها انها تكون، الا كان عندكم الوقيته خلوها مرقده، ولا كنتم مزروبين بحالي غادي تنصبوا مباشره. راه مدالك جاء اكثر من رائع صراحه. خديت جوج فصيصين ديال الثومه، 3 العويدات ديال القرفه حيت عندي العويدات صغارين، لكن عندكم كبار غير جوج كافي. ناخذ واحد البصيله متوسطه كنشلطها مزيان مزيان كيف كتشوفوا في الصوره، يعني بشكل رقيق باش ما تجيناش مريقه مطخطخه. ضفت واحد الكويس ديال زيت الزيتون وزيت المائده، بالنسبه للكويس قد الكاس ديال حياتي. ضفت جوج كيسان كبارين ديال الماء وواحد ربيطه القزبر ومعدنوس. كيف شفتوا انا ما قليت حتى شي حاجه وغادي يجي زوين بزاف. خديت البرقوق عندي هنا 250 غرام وضعت عليه الماء يكون سخون، خليته تقريبا شي ساعه المكانه. من بعد صفيته وغسلته مزيان مزيان، وضعت فيه معلقه كبيره ديال الزيت المائده، جوج معالق ديال السكر سنيده، نص معلقه ديال القرفه، الماء اللي الكافي باش يطيب لينا هذا البرقوق. حطيت البرقوق فوق النار تكون عافيه مهيله حتى تنفخ وطاب. من بعد حليت على الكوكوط ديال اللحم، لقيتها طايبه تقريبا دوزات شي 50 دقيقه على عافيه مهيله. شوفوا مازال غير شي شويه باش تتجمر. خديت شويه ديال المرق ضفتو على البرقوق باش يجي بنين ولذيذ، يعني ياخذ النكهه ديال اللحم. صافي غير يغلي جوج غليات غادي نضيفوا معلقه كبيره ديال الماء زهر، ممكن انكم تعوضوها بالساشي ديال الزهر. صافي كنخليوها هكا حتى يتعسل، اما نحاول اننا ما نحرقوش، يعني يبقى فيه شويه ديال السائل. صافي هو هذا. بالنسبه للحمى يعني مره بقى نحركو بهذه الطريقه هذه. صافي منين نقربوا نطفيو عليه كنضيفوا معلقه كبيره ديال العسل. صافي حتى تجمر لينا مريقه، ومن بعد ان شاء الله تشوفوا في الشكل ديالو النهائي. هذا هو الشكل ديالو كيف كتشوفوا. المريقه ديالو كتجي غزاله بزاف، كتجي خاتره، كتجي زعما اش نقول لكم، ضروري خصكم تجربوه، يعني بسيط بزاف وكيجي اكثر من رائع. زينته بالبرقوق اللي مرمتو في الجنجلان محمر وفي اللوز كونكاسي، يعني الزين كيبقى اختياري. وقليت شويه د اللوز ووضعته في الوسط. نتمنى انكم تجربوه، فعلا كيستحق التجربه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.